السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتكم قناة ساعة بساعة، قناتكم من تنقل لكم أخبار جد سارة في هذه الأيام. وبعد أن تلقى الجزائريون أخبار جد رائعة حول افتتاح الرسمي للمسجد الأعظم بالجزائر العاصمة في يوم 24 فيفري، ها هو الخبر الجديد السار خاص بالافتتاح وبعد الافتتاح، خاصة بشهر رمضان المبارك. الكثير من رواد التواصل الاجتماعي كانوا يتساءلون من سوف يتم تعيينه حتى يكون قائد أو يكون إماما لصلاة التراويح في شهر رمضان بالمصلين المتوافدين على المسجد الأعظم الذي إن شاء الله نتمناه أن يكون صرحا دينيا عالميا وليس وطنيا فقط، نتمنى أن يكون كذلك. الآن الخبر السار الذي يتلقاه الجزائريون وأنه تم تعيين القارئ والمجود الرائع الذي وصل للعالمية في رمضان الماضي، وهو عبد العزيز السحيم، حتى يكون إماما للمصلين بصلاة التراويح في شهر رمضان عام 2024 إن شاء الله. هذا الخبر نتمنى أن يكون سارا للجزائريين، ومن هذا المنبر أقدم اقتراح أن يتم بث صلاة التراويح في شهر رمضان على مختلف القنوات الجزائرية، ولما لا، وترك ما يلهيهم وما يلهي الناس عن دينهم، بل بث صلاة التراويح من المسجد الأعظم في شهر رمضان إن شاء الله. إخواني، لا تنسوا الانضمام للقناة وأن تدعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.